يا رب تكونوا بخير. لازلنا برضو في القصة اللي ما بتخلصش، والناس كتير كلمتنا عليها بخصوص المحاضر الخاصة بالابتزاز الإلكتروني والتشهير بالصور واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سيء. يعني الحقيقة أنا يعني الموضوع ده يمكن من أكتر القصص اللي بتجيلي فيه ناس تكلمني في نفس الموضوع، ألا وهو إن في صور اتخذت منهم، سواء كانت الصور دي اتخذت برضاهم أو بغصب عنهم، أو في حد هكر التليفونات بتاعتهم وبناء عليه اتفاجئوا ان الصور بتاعتهم انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس بدأت تطلب منهم فلوس او تطلب منهم صور اضافية علشان يسكتوا عن اللي هم بيعملوه. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتاع 2018 كان صريح في القصة دي، وحط عقوبات صارمة لأي حد ممكن تسول ليه نفسه إن هو يحاول بأي شكل من الأشكال إن هو ياخد صورة أو فيديو أو أي حاجة من هذه الأشياء ويبدأ يساوم بيها الطرف التاني، سواء كانت المساومة دي على فلوس أو كانت على فيديوهات أو صور إضافية. خلينا متفقين إن أي حد بيعمل كده بيبقى مش سوي نفسيا، لان مفيش حد سوي نفسيا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا خالد ابو مراد. مفيش حد يبقى سوي نفسيا يروح يدخل لحد ياخد منه صور، سواء الصور دي كانت مبعوتاله بمزاجه بإرادته الحرة، او اذا كانت الصور دي اصلا مبعوتة او متهكرة من تليفون الشخص اللي المفروض بيتم ابتزازه. خلينا نقف عند نقطة مهمة جدا في السياق ده، ألا وهي هل لو الشخص اللي بيتم ابتزازه ده بعت الصور فعلا للطرف التاني، فهل في هذه الحالة هيكون مضطر ان هو ما يقدمش بلاغ، او ان هو ما يروحش يقدم محضر لمجرد ان هو بعت الصور دي؟ طبعا السؤال ده اتسأل كتير جدا من ناس كتير. هل انا لو جيت بعت الصور بتاعتي لحد ببقى انا مضطر فعلا ان انا يعني هل انا ببقى مضطر فعلا ان انا ما اقدمش محضر في مباحث الانترنت، او ما اعملش شكوى في الشخص اللي بيبتزني؟ اي حد اذا كانت اتخذت منه الصور بتاعته دي برضاه او غصب عنه، فهو في كل الاحوال من حقه ان هو يروح يعمل محضر في مباحث الانترنت. فالآلية اللي اتخذت بيها الصور من الشخص ده ما بتفرقش، سواء كانت الصور دي هو بعتها بنفسه او كانت اتخذت من على تليفونه. وطبعا لو في حد راح خد الصور من على تليفون حد، فدي جريمة تانية خالص مستقلة عن الموضوع بتاع الابتزاز. يعني انت تبقى هكرت تليفون الشخص ده، دي جريمة مستقلة. و جريمة الابتزاز الالكتروني اللي انت بالفعل عملتها، ان انت رحت دخلت هددت حد بصور او فيديوهات او اي حاجة او مقاطع خاصة ليه علشان تحصل منه على منفعة مادية او على صور اضافية. طيب، الخطوات اللي انت المفروض تتبعها اثناء لما يتم ابتزازك من قبل شخص او من قبل حد
بالشكل ده، كل اللي انت هتعمله ان انت هتحتفظ باصل الشات اللي معاك. يا ريت يا جماعه الناس اللي معانا على اللايف نشير اللايف ونعمل لايك علشان يتشاف بشكل اكبر لو امكن. يعني يا ريت الناس اللي معانا على اللايف نعمل شير ولايك لللايف عشان اللايف يتشاف بشكل اسرع. شكرا لتعاونكم جدا. فاللي بيحصل ان الشخص اللي بيتم ابتزازه بهذا الشكل ما يستسلمش للشخص المبتز اللي هو بيضغط عليه علشان خاطر ان هو يبدأ ياخد منه فلوس او ياخد منه صور او ياخد منه فيديوهات او ياخد منه اي شيء من اشياء من هذا القبيل لمجرد ان هو يسكت. لو انت عملت ده فانت باختصار شديد جدا بتفتح للشخص ده باب ان هو يبدأ يضغط عليك ويبتزك وياخد منك كل حاجة هو عايزها. طيب ايه التصرف الصحيح في مثل هذه الوقائع؟ بكل بساطة انت بتروح مديرية الامن اللي انت تابع ليها وتروح تعمل محضر بالواقعة في مباحث الانترنت. طيب ايه المطلوب مني انا كشخص شاكي علشان اقدر اعمل محضر صحيح ويكون مظبوط 100%؟ المطلوب منك كشخص عشان تقدر تعمل محضر مظبوط 100% ان انت لازم يكون معاك اصل المحادثات. لازم يكون معاك اصل المحادثات، لان صور السكرينات بتاعه المحادثات لا تكفي لتحريك الدعوة. يعني مجرد ان انت معاك صورة من المحادثات اللي انت بيتم تهديدك فيها او المحادثات اللي انت بتتشتم فيها او بتتهدد فيها لا يكفي امام مباحث الانترنت كدليل فني يعتمد عليه في تحريك الواقعة. فبالتالي لازم، وبشدد على الموضوع ده، ان في ناس كتير دخلت لي بتقول لي احنا معانا صور المحادثات. صور المحادثات يا جماعة لوحدها لا تكفي لكي تكون دليل فني على الابتزاز. لازم يكون معاك اصل المحادثة. طبعا لازم يكون معاك اصل البطاقة بتاعتك وتكون البطاقة سارية. النقطتين دول اهم نقطتين وانت رايح مباحث الانترنت. انت بتدخل على الضابط المختص. طبعا لازم تصور صورة البطاقة بتاعتك، يعني خلي معاك صورتين احتياطي. هي بياخد صورة واحدة بس، خلي معاك صورتين احتياطي. بتدخل على ضابط المباحث اللي هو بيبقى مختص بالفحص الفني بتاع الموبايل بتاعك. فبياخد الموبايل بتاعك بيروح مشغله على الجهاز بتاعه. يعني مثلا انت جيت قلت له ان في محادثات على الواتساب، فهو بيمسك التليفون بتاعك وبيشغل الواتساب على التليفون بتاعه. بيشغل الواتساب على التليفون بتاعه وبيبدأ هو ينزل المحادثات من عنده هو. ولازم نراعي ان احنا ما نسجلش رقم الشخص المبتز عشان ما يبقاش فيه شيء من عدم المعقولية، او نقدر نقول عشان ما يجيش يقولك المحادثة دي مفبركة. فلما يكون المحادثة برقم التليفون فبالتالي رقم التليفون نفسه هيبقى ظاهر من الناحية التانية بتاع الشخص اللي بيقوم او القائم بالابتزاز. في الحالة دي الضابط زي ما قلت لحضراتكم بينزل المحادثة وبياخد منها تفاصيل هو عايزها علشان يقدر يعد الدليل الفني الصحيح اللي هو هيبني عليه التقرير اللي هيتبعت لاحقا للنيابة والمحكمة. تمام. طبعا الموضوع ده موضوع غاية في الأهمية علشان الناس يعني ما تفتكرش ان هو كلام اجرائي. لو حضرتك رحت المباحث هناك وعملت حاجة بخلاف كده هيقولك انا مش عارف اعمل لك محضر. فبالتالي بنأكد تاني على السكرينات، بنأكد تاني على اصل الشات يكون موجود معاك، وترفق كل ده وتروح بالنيابة او بتروح بمباحث الانترنت. طيب هل في طرق تانية انا اقدر اعمل بيها محضر علشان او بخلاف مباحث الانترنت؟ في طرق او في طريقة تانية انت ممكن تعمل بيها المحضر بتاعك من غير ما تروح مباحث الانترنت، وهي
العرائض الإلكترونية. طيب ايه العرائض الإلكترونية دي؟ العرائض الإلكترونية هي خدمة أطلقتها النيابة العامة علشان توفر على المواطنين في ان هم لو عايزين يروحوا يعملوا بلاغات فيقدروا يروحوا يعملوا بلاغات من غير ما يتحركوا من مكانهم. كل اللي انت هتبقى محتاجه تليفون او لابتوب عليه الانترنت، وتبدأ ان انت تكتب تفاصيل الواقع او البلاغ بتاعك، وبتبدأ توصل لك رسالة على الموبايل بتاعك برقم العريضة اللي حضرتك أيدتها على موقع النيابة العامة. بعد ما بتوصل لك رقم العريضة بيبدأ تيجي لك يقول لك أول رسالة إن العريضة اللي أنت بعتها قيد الفحص بالمكتب الفني بتاع النيابة العامة. بعد كده بتتحول للنيابة الجزئية، بعد كده النيابة الكلية، بعد كده بيجي لك إن هي قيدت برقم جنح أو رقم إداري في الاسم أو المكان اللي أنت تابع ليه. فبالتالي بتقدر إن أنت تتابع المحضر بتاعك، أو نقدر نقول بمعنى أدق إن المحضر بيتابعك لحد ما يوصل للمحكمة. استكمال اللي احنا بنقوله كان في أنا بكلمكم على واقعة شخصية حصلت معايا. كان في ولد كان بينزل فيديوز وصور لبنت على الفيسبوك. الولد ده كان بيحط صور مش كويسة وفيديوهات للبنت اللي كانت جاية لي عشان تشتكي ان في حد بيبتزها او حد بينزل لها فيديوهات على صفحة غير معروفة يعني باسم حركي. فعملنا المحضر على النيابة العامة، وبالفعل اتحالت للنيابة الجزئية اللي هي تابعة ليها. لما اتحالت للنيابة الجزئية اللي هي تابعة ليها، رحنا بعد كده خدنا معلومات على العريضة اللي احنا قدمناها، وبعد كده بالفعل وكيل النيابة أشر على العريضة دي وطلب تحريات المباحث وطلب تقرير الفني بتاع مباحث الانترنت. بالفعل قدمنا الطلب بتاع مباحث الانترنت، وحتى الآن احنا منتظرين التقرير الفني او التقرير اللي هيبقى صادر من مباحث الانترنت، لان هي الجهة الوحيدة اللي تقدر انها تقول ان اذا كانت المحادثة دي سليمة او فيها مشاكل. طبعا الحاجات اللي انا بقول لحضراتكم عليها دي علشان لو حد كان عايز يعمل بلاغ وفي نفس التوقيت هو مش لاقي وقت او مش عارف يروح المديرية بنفسه، ان المحاضر دي ما بتتعملش في الاسم. المحاضر دي بتتعمل في المديرية اللي انت تابع ليها. يعني انت لو من اي محافظة فانت بتروح المديرية اللي انت تابع ليها، وبتبدأ بعد كده تروح تقدم العريضة بتاعتك او الشكوى بتاعتك وبيتم التعامل فيها. طيب هل محاضر مباحث الانترنت ليها لازمة؟ يعني محاضر مباحث الانترنت دي فعلا المحاضر ليها لازمة، ولا هي مجرد ارقام بتتحط وفي الاخر بنيجي نكتشف ان احنا ما وصلناش لاي حاجة؟ احب اقول لحضراتكم ان محاضر مباحث الانترنت في كل الاحوال والله بيتم التعامل معاها بجدية جدا، وبتبدأ تاخد الاجراءات القانونية السليمة او المسار القانوني الصحيح، بداية من تأييد العريضة او تأييد الدعوة او تأييد الشكوى، مرورا ب الاسم الشرطة اللي انت تابع ليه، وبعد كده بيروح النيابة ومنه على المحكمة الاقتصادية المختصة اللي بتنظر النزاع بتاع الابتزاز. الشاهد من الكلام ان اي حد يا جماعة يتم ابتزازه في مثل هذه الوقائع ما يحاولش ان هو يستعين بهاكرز. يعني احنا اكدنا على الموضوع ده كتير جدا، محدش يحاول يستعين بهاكرز. الهاكرز كل اللي هيعملوه ان هم هيبهدلوك وهيبوظوا لك كل حاجه، فما تحاولش باي شكل من الاشكال ان انت تستعين بهاكرز. انت كل اللي هتعمله ان انت هتعمل المحضر بالاشكال اللي انا قلت لحضراتكم عليها. واي حد من المشاهدين حابب ان هو يسأل سؤال في سياق
الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه يتفضل يكتب على الكومنتات وانا هجاوب عليه. يعني لو في حد فيهم لو حد فيكم عنده سؤال عايز يسأله حوالين موضوع الابتزاز الالكتروني، او ان هو اتعرض للابتزاز الالكتروني وحابب حصل وحابب يحكي هو حصل معاه ايه، او هو محتاج ان انا اساعده في حاجة، يتفضل طبعا يقول لو في حد عنده مشكلة من هذا السياق يتكلم يقول لي ان هو عنده مشكلة، وانا هقول له هو يعمل فيها ايه، علشان فعلا الموضوع بقى مرعب بشكل يعني لا يمكن وصفه، ولكن نسأل الله السلامة. في كل الأحوال يا جماعة محدش يتعامل مع حد ما يعرفوش، محدش يدي بيانات أو معلومات عنه لأي حد ما يعرفوش، محدش يحاول يتواصل مع أي حد من الهاكرز، علشان الهاكرز دول مش حل. الحل الصحيح إن أنت تمشي بإجراءات قانونية منضبطة لحد ما توصل لحقك، وتأكد إن أنت هتاخد حقك، وفوق حقك كمان هتحبس الشخص اللي بيعمل كده، وفوق كل ده هتاخد تعويض من الشخص ده. فيا ريت يعني نحاول ان احنا ما نسلمش نفسنا لحد. لو في حد عنده سؤال حابب يسأله يتفضل يسأله، وانا سامعكم يعني على اللايف.